الحاجة الوحيدة اللي لما بفرزها بحس كأن في حمل كبير قوي على قلبي وخلصت منه. وهنتابع مع بعض الفيديو وهنعرف ازاي عملنا احلى توم بودر من قشر التوم اللي كلنا بنرميه، وهوريكم الفرق بين اللي انا بعمله وبين الازازة الغالية اللي صغيرة قد كده اللي بشتريها والله العظيم ب90 جنيه. في البداية عندي هنا أنا بجيب التوم. أولا التوم لازم يكون أخضر يا جماعة. بجيب بقصه كده بالمقص زي ما احنا شايفين، وبعد كده بتخلص من كل الطينة اللي موجودة عليه وبجمعه في الطبق. بملى الطبق عندي وبقعد على الأرض بقى وبشتغل فيه. بس بوريكم إن بعد ما بشتغل فيه كده أبدأ بقى إن أنا أقشره. القشرة بحطها في الصينية اللي أنا هدخل فيها قشر التوم في الفرن، والثوم بحتفظ بيه في الطبق. انا هنا بس ايه، كنت عملت شوية بالليل فحطيتهم في كيس كده وعندهم في التلاجة، وجيت الصبح كملت الباقي. ودي الكمية اللي انا عملتها. ده القشر الاحمر بتخلص منه، والحتة بيبقى فيه حتة ناشفة كده في النص، في نص التوم، راس التوم نفسها. دي بتخلص منها علشان ما تكسرليش الكبة لما باجي اعمل التوم البودر. بجيب هنا الكمية شوية توم بحطهم في الكبة وبضربهم. بعد ما بضربهم بحط شوية ملح بسيطين خالص وشوية زيت برضو بسيطين خالص. ليه ما احطش التوم والملح مع قصدي الزيت والتوم مع اسفة. ليه ما احطش الملح والزيت مع التوم وهو بيتفرم في الكبة؟ لان لو حطيتيه مع الكبة هيطلع لك ناعم جدا ومش هيبقى حلو اثناء الاستخدام، لكن لما تحطيه بعد ما تفرميهم هيبقى كويس جدا. طيب ازاي بقى نحفظه في الفريزر من غير ما يطلع لنا اي ريحة نهائي؟ بجيب كل كيسين كده انا حطيتهم، بحطهم جوه كيس تلاجة من الكبير وبلفهم زي ما احنا شايفين كده. الف الكيس وبعد كده اجيب الكيس ادخله جوه كيس تاني وابدا احط فحم. الفحم ده هو اللي بيخلي التوم ما يطلعلوش اي ريحة ولا اي حاجة من الفريزر ممكن تلقط منه نهائي. عندي هنا دي الحافظة اللي أنا بستخدمها أثناء ما أنا شغالة، يعني الحافظة دي لما بتخلص مني بطلع كيس من اللي أنا عايناه وأكسره مكعبات زي ما أنا ما بعمل كده وأحطه في الحافظة دي اللي أنا بستخدمها قدامي على طول تحت إيدي يعني. بجيب كيس تلاجة زي ما احنا شايفين كده وبحط قطعة منه، وببدأ أحط شوية توم وأفردهم كده وأقطع بالسكينة مكعبات وأبدأ أحط جزء تاني من الكيس، وهكذا زي ما احنا شايفين عملت لي 3 طبقات. أغطيها بقى بشكل محكم ودي عنها عندي في الفريزر. عندي هنا بقى شوية فلفل أخضر أحط عليهم شوية توم، بس للأسف التوم وأنا بحطه طلع كتير شوية وما كانش عندي في الوقت ده فلفل أخضر تاني إن أنا أزود، فقلت مش مشكلة هستخدمه مع الخضار عادي. بس أنا بصراحة بعمله علشان بستخدمه في دقة التوم، في دقة البتنجان كلام زي كده. بس ده التوم بتاعه زيادة شوية فهستخدمه مع الخضار عادي مفيش مشكلة. عندي هنا بقى الفلفل الأحمر. ببدأ إن أنا أحط الفلفل الأحمر وأحط عليه برضو شوية توم، بس هنا بقى أخدت بالي وما زودتش ال التوم كتير. وبعد ما بخلصهم بحط عليهم برضو شوية ملح خفيفين خالص، وبعد كده أحطهم في كيس التلاجة وهكذا. عندي هنا بقى التوم في الفترة اللي أنا كنت بفرم فيها التوم، جبت القشر وحطيته في فرن البوتاجاز على درجة حرارة عالية وعلى الرف الوسطاني، كل 10 دقايق كده أبدأ إن أنا أقلبه. بعد ما بطلعه من الفرن بسيبه يبرد تماما، وبعد كده بطحنه في الكبة زي ما احنا شايفين. بصوا دي الإزازة دي أنا شارياها قبل رمضان لأن كان التوم عندي خلص، فاضطريت ان انا اشتري واحدة. والله العظيم الازازة دي جايباها ب90 جنيه، وزي ما وريتكم كده مفيش فرق ما بينها وما بين التوم البودر اللي انا مطلعاه نهائي. بحطه في كيس تلاجة وبعد كده بحطه جوه برطمان وبعينه في الفريزر عندي وما بيجرالوش اي حاجة نهائي. دي كده كمية التوم اللي انا عملتها كلها. زي ما احنا شايفين كده التوم ولا اروع.